سيادنا السلام عليكم، ساعه مبروكه هادي. شكرا بزاف على الدعم ديالكم والبارطاج والتفاعل ديالكم على لا فيديو ديال البارح. اليوم فلوق جديد على قناه محمد علي تيفي. غادي نصور لكم الاجواء ديال ما قبل المباراه في كارتي جون طالون، معروف بتواجد المغاربه بكثره، تجمع المغاربه تماك باش يتفرجوا في كاس افريقيا. غادي نمشي نصور لكم ما قبل وما بعد المباراه ان شاء الله، بالتوفيق المنتخب الوطني المغربي. كلنا تفاؤل ان شاء الله باش نحققوا نتيجه الفوز والتاهل الى الربع النهائي ان شاء الله. خليكم معنا في هذا الفلوق هذه وتابعوا حتى الاخير، وما تنساوش الدعم والبارطاج مع الاصدقاء ديالكم، وساعه مبروكه هذه. حنا واجدين ان شاء الله باش نمشيو نشوفوا اللقاء ان شاء الله ديال المنتخب الوطني المغربي. كلنا عزم، كلنا تفاؤل باش نحققوا نتيجه الانتصار، وان شاء الله لا شيء غير انتصار والتاهل لمواجهه كاب فيردي في الربع النهائي. خليكم معايا دابا غادي نمشيو، وساعه مبروك هادي. احنا خارجين الان. مدام دعي معنا، شنو بالك في النتيجه ان شاء الله؟ التوقعات ديالك شنو 3-0. والله تفبرت عندنا مدام ان شاء الله. يلا تبارك الله عليك. باي احبائي، احنا غاديين، عندي واحد 30 دقيقه باش نوصل جون طالون ان شاء الله. نتمنى نوصل بكري باش نشوف الاراء ديال الناس قبل ما يبدا الماتش. خرجت تشكيله، داكشي اللي قلنا البارح. سوف كو زياش مع الاسف حضر الطاقم التقني انه ما يقدرش يبدا كرسمي، لذلك اعتمد على عدلي والزلزولي بجوج غيلعبوا في لاطاك مع النصيري، ومزراوي كذلك خدا الرسميه ديالو. انا خوتي دايزين بون ديال جاكارتي معروف باش نمشيو لمونريال، هو اللي كيفصل ما بين لا ريف سود ومونريال. احنا ندوزو غنقطعو دابا وعامره الدنيا. نتمنى نوصلوا بخير وعلى خير. هذه 2:15 قد داخل 45 دقيقه. نتمنى ان نوصلوا بكري وفريمون ان شاء الله. الجو بارد ناقص 6 درجه، لكن القلب كله يعني حب لهذا المنتخب، كله طمأنينه ان شاء الله، كله تفاؤل من اجل تحقيق نتيجه ايجابيه. منظر زوين هنايا ديال لو بون جاكارتي يعني معروف، وفي الليل كتكون واحد الاضاءه جميله. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وصلنا لجون طالون، معنا واحد الجزائري بغى يطيمواني بلا ما يبان. شنو بان لك في مباراه اليوم وشنو تحب؟ نحب المغرب تربحوا. واش حبيتي اللي يربحوا الكونغو يربحوا ولا خلينا ترونكيل؟ تبارك الله عليك. بزاف الجزائريين اللي يبغوا المغرب تخسر، ولكن انتوا كاين بزاف المغاربه اللي يبغوا الجزائر تخسر. حنا شجعناهم، ما بغيناش. واش حبيتي نسبورتي هنوده ولا خيط مسخر يا اخي؟ تبارك الله عليك. ما وين سبورتي المغرب؟ واش يسبورتي؟ شكرا. وشحال النتيجه التوقع ديالك كونتر جنوب افريقيا؟ نقول لك ان شاء الله يربحوا، ان شاء الله يربحوا. الفوتبول ما تعرفوش. ميرسي بوكو. ومعنا واحد المغربي كذلك. السلام عليكم. عليكم السلام. خويا شنو بالك في الماتش اليوم؟ شنو غيقدر يدير؟ ان شاء الله يكون ماتش زوين، حنا رانا محمسين بان كاينه شي حاجه ان شاء الله. والنتيجه اللي كتوقع؟ 2-0 ان شاء الله. شكرا، بارك الله تبارك الله عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. خويا شنو بالك في الماتش اليوم ان شاء الله؟ مربوح ما تشوف ما تسول ما تخمم شي النتيجه اللي كتوقعها تقريبا؟ شي 14-0. شحال؟ 14-0 كاملها بيلاتشيات. كيف بغيتي يديروا لها؟ ما عرف ما عندهمش الطياره ما تهزش ليهم. لا ما تهزش لهم، ولكن شوف ان شاء الله دايزين ان شاء الله بالربح من الميطه الثانيه غادي يبان الارض ان شاء الله. وديروا النيه وديروا الرياض. الرياض ضروري وجيبكم تبارك الله عليك. الله يرحم الوالدين. السلام عليكم. عليكم السلام. خويا بخير؟ الله يحفظك. شنو بالك في الماتش اليوم ان شاء الله؟ ان شاء الله الى لعبنا بديك الروح القتاليه ان شاء الله اللي معروفه على المجموعه، ان شاء الله غادي السير غادي نوصلوا ان شاء الله للنهايه ان شاء الله. ان شاء الله. شنو بالك في النتيجه اليوم؟ كيفاش غتكون النتيجه؟ التوقع ديالك النتيجه؟ كنتوقع ان شاء الله 2-0 ان شاء الله. حنا كمغاربه وكجمهور كنتوسموا ان شاء الله في المنتخب. يفرق عليا افريقيا دو سود صراحه. خويا انا صراحه ما مرتاحش، ما عنديش داك ستريس ديال لينا باسكو لافريقيا دو سود ماشي شي فرق هذا العام اللي صعيبه بزاف. توقع النتيجه بعجاله شحال يقدروا يسالي الماتش؟ كنقول 2-0. اخ كريم، شنو بان لك في الشوط الاول ديال المنتخب الوطني ضد جنوب افريقيا؟ شفنا ان ما كاينش بزاف الحلول سورتو في الميليو تيرا، ما كاينش ديك لي باس اللي شفنا في المباريات ديال المجموعات. وسط الميدان ما تيخليش اللعب يدار، ما تيخليش كونستركسيون باش ما ياخذوش لهم الكره في الترانزيسيون، ما تكون حتى شي كونتر اتاك كيدير داك اللعب ديال دي شونج شويه باينه اولا. دونك هادشي كنت كنتسناه. باغ كونطخ لاتاك اللي كانت ما عندهاش لي ما عارفينش اش يديروا الدراري من الاخر.
كتشدو كره ما تعرفش واش يباسي واش يسونطري واش يتيري. كيشحولوا. لاعبين مخلوعين بزاف هذوك اللي يشدوا بلايصهم في الجنب عاد اليوم. سورتو عاد اللي شفنا ما كاين واحد عاد لو ديشي بالنسبه بروميير ميطون ديزاستريز عنده زقل جوج لي زوكازيون وحده. جوج لي زوكازيون اللي حقيقيين. وشنو بان لك جنوب افريقيا حتى هما كانوا منظمين سورتو في لا ديفونس كيخرجوا كره بطريقه دايرين بريسينغ طالع باسكو عارفين عندنا لي زيل ماشي لي تيتولير اللي داخلين دونك عارفين الفينيسيون حنا اصلا ناقصينها قالها في كونفيرونس دو بريس قال المغرب ما كانوش بيرفورمون دونك هو تا هو داخل الاساس حنا ما كنماركيوش بزاف البيوت ما خطيرينش دونك طلع لنا البلوك. وحسيت بحال جوج المنتخبات بجوجهم خايفين انهم ماشي يديروا داك لو بروميير با. سادين الفيرو اصلا هاكا شفتي كاع لي ماتش اللي كان كيساليو صواب واحد صواب بلانتيات قلال اللي كيتسالاو بجوج ثلاثه دونك دابا كتقول يتمارك عليك واحد تقدر صافي يسد عليك فرقه. والشوط الثاني شنو بان لك باش كاين شي تفاؤل؟ انا تيبان لي يخرج ملاح واحد الوقيته خصو يخرج بكري الا تقدر يدخل ريتشاردسون تولي شي يجيب واحد ليكيليبر تيلعب كورتو هذاك سميت خنوس ولا السيباري ما في ميليوس غولير ماشي ما لاعبينش مرتاحين هذاك اللي يقدر يحرك شي شويه الكره والفينيس لاطاك خصهم يتحركوا شي شويه خصهم ما يبقاوش يدخلوا اللي بغى يباسي بغى يتيري بكري بغى يمشي للجنب ويديبوردي ما يبقاش يفكر في خزات السوايق ما يديرش اكسيون. الاداء متوسط كان ماتش كان تاكتيك بزاف وصلنا البوطو با مال دو فوا ولكن ما عرفناش بروفيتيو لي زوكازيون نتمناهم الله يبداو يبروفيتيو في لي زوكازيون باش ما ندموش على لي زوكازيون. بيان سور. شنو بان لك واش كاين شي تغييرات يقدر يديرها اللي تعطي واحد الحل خصوصا ان عدلي غاب اليوم واخا عطاتو فرصه بلاص زياش وكذاك الزلزولي اللي ما شفناش غائب تماما الزلزول. لا ريال دروا ديالهم تلعب في سانداوز هو قاصح بزاف وصعيب تجاوزو وهادشي علاش زلزولي لقى صعوبات معاه. ان شاء الله غادي يكون ان شاء الله انتصار للفريق الوطني يكون بحصه ماشي كثيره على حساب المستوى اللي كاين دابا يعني تكون واحد الاصابه لصفر ولا جوج لواحد ان شاء الله. ان شاء الله. وكاين بان لك غيدير شي تغييرات الركراكي خاص يزيد واحد النجاعه الهجوميه خاصه عدلي ما كانش عدلي ما كانش اليوم في المستوى كنتمناو ان شاء الله يكون دابا المشكل هو العطب ديال زياش وديال بوفال شويه قضيه صغيره شويه مي ان شاء الله نتمناو الخير. كاينين بعض الشباب اللي غيدخلوا وسط المدينه يقدروا يديروا الفريق ان شاء الله. هذا هو اللي تبارك الله عليك. شكرا مع السلامه. تبارك الله عليك. فيف لو ماروك. الله يحفظك. مع الاسف يعني خساره مستحقه اقول انها مستحقه نظرا للعطاء ديال اللاعبين ما كانش في المستوى. املاح قلتها البارح ما باش نهضر عليه ما بيناش نشوشوا لكن املاح لا يستحق التواجد رفقه المنتخب الوطني المغربي. بدنيا ما كاينش تكتيكيا ما كاينش الادوار الدفاعيه كيديرها كيقطع بعض الكرات لكن هجوميا ما كيساعدش الهجوم ما كيعاونش الهجوم الا اناحي بوحدو اللي كيعاون الهجوم فقط بعض يعني المجهود الفردي ديال اناحي اللي كيحاول يوصل الكرات للهجوم. شفنا ضيع فرص كثيره في الشوط الاول. عدلي حتى هو ما كانش حاضر ما كانش في الطوب ديالو مع الاسف ضيع فرص وفاش كتضيع فرص راه كيتسجل عليك. وشفنا كذلك الفرصه اللي جاتنا باش نسجلوا التعادل ونرجعوا ونحيوا الامال في الماتش ضيعها حكيمي. هذا تساؤل كبير علاش بالضبط الحكيمي اللي تيرى ضربه الجزاء كان حارث انه غادي ليها مصمم انه يتيري تايق في راسو انه يتيري ضربه الجزاء باش يسجلها لكن حكيمي يسجلها. انا صراحه لا افهم هذه القضيه هذه. صحيح ان اللاعبين كبار كيضيعوا ضربات الجزاء لكن فكر قبل ما تيري فكر انه كاين 60 مليون مغربي عبر العالم 100,000 ولا 200,000 ولا 300,000 في كندا كيتسناوك 40 مليون في المغرب 20 مليون ما في الاوروب. يعني علاش السي حكيمي علاش ما كتفكرش فينا علاش ما كتفكرش فينا راه عرفتي كي كنحسوا دابا بمورا هذه المقابله هذه المغرب كولو عرفتي كي غيكون دابا مقلق كتخلص 12 مليون في العام 12 مليون اورو في العام في باريس سان جيرمان كتلعب مع ما بين اكثر فرق يعني تطورا في رياضه كره القدم وتدريبات حياتكم هي الكره وكتسقلوا ضربه الجزاء ماركيتيها في كاس العالم ضد اسبانيا ببروده الدم وجيتي هنا مستريسي في لافريك وما قدرتيش تماركي ضربه الجزاء. راسي انكرويابل هادشي راسي انكرويابل. حنا كل عام كل كاس افريقيا حنا نبقاو نتفقسوا. كوب دافريك كانت سهله
بالنسبه لنا، خصوصا بعد خروج اغلب المرشحين. وفاش كيزقلوا المرشحين راه زقلات السنغال مجموعه من فرص، وكوت ديفوار جاوبوها بالتعادل وربحوا في ضربات الترجيح. مصر زقلات الفرص، كاع اللي ضيع الفرص كيتسجل عليه وكيتقصى من هذا الكاس افريقيا. صراحه كانت كاس افريقيا زعما مفاجئه للغايه. الفروق اللي كانت واثقه من نفسها، الفروق اللي كتسجل الفرص اللي كتجيها كتحاول تحافظ على هذا التفوق هذا وما كتضيعش يعني الفرصه ديال التاهل. جنوب افريقيا براسها المباراه الاولى ضيعت ضربه الجزاء، بيرسيطاو ضيع ضربه الجزاء ومالي ماركاو عليهم جوج. هكا وقع لينا اليوم، ضيعنا وتسجل علينا. وكان تخوف كبير من ركراكي كان تخوف كبير منك السي ركراكي. صراحه تخوفتي بزاف من هذا المنتخب جنوب افريقي. رجعتي الكره بزاف، راه التكتيك ديال لاكوب دي موند راه مغاير على التكتيك ديال لاكوب دافريك. انا ما فهمتش علاش ما كنبنيوش الهجمات، كنحاولوا نطوعوا كره بزاف. شفناه لي ديشي في الميطال الاولى كيطوع كره بزاف، كنضيعوها بزاف، ما كنبنيوش فرص. يعني كاين تباعد ما بين الخطوط، تباعد كبير ما بين الخطوط، ما بين الدفاع وميليو تيران. كاين تباعد كبير، وناحي كيضطر انه يرجع، املاح كيضطر انه يرجع ولكن ما كيوصلش الكره للهجوم. ضيع كرات كثيره، فرص سانحه، ودائما مع الاسف يعني ديسيبسيون توتال. وكان غادي الفلوق غيكون رائع لولا يعني هذه الخساره هذه المؤلمه اللي ألمتنا بزاف. وان شاء الله غادي نديروا تحليل كامل على هذا الماتش هذا ونهضروا على هذا الماتش. وشكرا لتتبعكم على هذا الفلوق، وما تنساوش الاشتراك. وان شاء الله نجيكم بافكار جديده وفيديوهات جديده ان شاء الله باش نكملوا الخدمه في هذه القناه رغم الاقصاء، رغم مراره الاقصاء، لكن غادي نواصلوا العمل ان شاء الله. تبارك الله عليكم وساعه مبروكه، وهادشي اللي كاين. تبارك الله عليكم.